14 ديسمبر 2023 في ميريكان، بالضبط في برونفيلد كولورادو. واحد البوليسي غادي يدق على الدار ديال واحد السيده، حيت صونا ليه شي واحد وقال ليه باللي مراتو كيهددها شي واحد بالقتل. ولكن فاش بقى هذاك البوليسي كيدق مده طويله في هذاك الباب وما رد عليه حتى شي واحد، غادي يشك باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، وغادي يقرر باش يجيب الطوموبيله ديالو حدا الشرجم ديال الدار باش يشوف واش فعلا ما كاين حتى شي واحد. وفي هذيك اللحظه اللي وقف فيها البوليسي فوق الطوموبيله ديالو وطل من الشرجم، غادي يتصدم من هذاك المشهد اللي شافه. 151 send medical. I got a female down in the garage. لقى هذيك البنت اللي سميتها كريستل كروج مليوحه في الارض وما كتحركش، والدات ديالها كلها عامره بالدم. في هذيك اللحظه البوليسي ما غاديش يفكر جوج خطرات، وغادي يهرس الباب ودخل للدار. لقى راسها عامر ضرابي وضربه خطيره بزاف حدا القلب، ولقى عندها حتى الفردي الشخصي ديالها. والبوليسي كيحاول يدير لهذيك البنت الاسعافات الاوليه. في واحد اللحظه غادي تدخل واحد المراه، ومعها غادي تشوف هذيك البنت مرميه في الارض بقات غير كتغوت. والبوليسي في هذه اللحظه بقى غير كيحاول يوقفها باش ما تخصصش البلاصه ديال الجريمه. البوليسي سولها شكون انت، واش كتعرفي هاد البنت؟ هنا هذيك المراه غادي تقول ليه بلي هذه بنتي، شكون اللي دار فيها هاد الحاله؟ البوليسي قال لها بلي حتى انا يلا وصلت، وراجلها هو اللي قال لي باش نطمن على الحاله ديالها حيت كان شي واحد كيهددها. هذيك المراه قالت ليه بلي حتى انا بحالك، وراجلها نيت هو اللي صونا ليا باش نجي لهنا. وفعلا في هاد الاونه الاخيره بنتي وراجلها ديما كيتعرضوا للتهديدات بالقتل من طرف شي واحد، وراه داروا بزاف ديال الشكايات على هاد الشيء. باش نفهموا شنو طرا لهاد البنت وفي هاد القصه كامله، خاصنا نرجعوا 82 يوم قبل هاد الحادثه، بالضبط في اكتوبر 2023. واحد السيد سميتو دانيال كروج غادي يعيط للبوليس وقال لهم باللي شي واحد دخل ليه لدارو، وباللي هرس ليا الشرجم ديال الدار وخدا ليا بزاف ديال الحوايج. وفعلا البوليس جاو وداروا التحريات ديالهم. في الاخر غادي يسولوا هذاك دانيال على الحوايج اللي تسرقوا ليه. قال لهم باللي الحاجه الوحيده اللي تسرقات هو الساروت الثاني ديال الدار وواحد اخر ديال الكراج، اما الباقي المجوهرات والفلوس ما قاسهمش. هنا البوليس جاتهم غريبه، يعني هاد السارق ما كانش الغرض ديالو السرقه، بل جا على شي حاجه اخرى. البوليس قبل ما يمشيو غادي يسولوا دانيال شي اسئله، مثلا واش عندك شي مشكل مع شي واحد، واش كتشك في شي واحد اللي يقدر يدير لك هكا. دانيال قال باللي ماشي مده طويله هادي مراتو بداو كيوصلوها بزاف ديال الميساجات ديال شي واحد كيهددها، وصراحه حتى انا كيجيوني ولكن انا ما كنتسوقش ليهم، وبلا شك هو اللي غادي يكون دخل ليا لداري. ولحسن الحظ مراتي كريستل ما كانش في هذيك الوقيته حيت كتكون خدامه. مراتو سميتها كريستل كروج، مهندسه معروفه بزاف وخدامه في واحد الشركه كبيره ديال التكنولوجيا. كريستل واحد النهار وهي جالسه في دارها غادي يوصلها واحد ميساج عادي من واحد النمره انكوني وما رداتش عليه، وكملت نهارها عادي. خصوصا حنا في ميريكان هاد الشيء كيوقع عندهم بزاف. ولكن اللي ما كانش عادي هو ان هاد النمره بقات كتصيفط ليها ديما وكتهضر معاها بسميتها. في الاول كريستل ما ركزاتش مزيان على دوك الميساجات، ولكن مع المده ديك النمره بقات كتبرزها بزاف، لدرجه ان هذيك النمره بقات كتصيفط ليها شي حوايج اللي بوحدها والناس اللي قراب ليها هما اللي عارفينهم. مثلا كيقول لها بلي هذيك اللبسه جاتك زوينه، ولا البلايص اللي كتكون فيها بالضبط. المهم بزاف ديال الحوايج اللي كيتعلقوا بالخصوصيات ديالها. هنا كريستل ما غاديش تفكر بزاف وغادي تمشي ديريكت لعند راجلها وغادي تعاود لي كاع هادشي اللي كيطرا معاها. هو ما غاديش يتسوق ليها وقال لها بلي هاد النصابه موجودين وبلي غير شي واحد بغى يبرزك وصافي. ولكن كريستل كانوا هاد الميساجات كيبرزطوها بزاف، حتى النهار اللي غادي تقرر فيه كريستل تجمع كاع هادوك الميساجات والنوامر وتديهم لعند البوليس، ودارت شكايه بلي شي واحد كيراقبها وكيهددها بعائلتها. So, I mean, like, he saw, like, full pictures of my family, my kids. Like, I locked down my protocol real fast after this because it was pretty alarming, right? Where he's like, we're meant to be together, and my family loves that we're talking. And I'm like, whoa, you think that we're, like, in a relationship? So I shut it down real hard. I said, this is really creepy for me. You need to stop. And he got, like, real emotional and then blocked me. I'm like, good. And I blocked him and then I shut down Facebook entirely. البوليس غادي يسولوها على شي واحد شاكه فيه. هنا كريستل غادي تقول لهم باللي شاكه في واحد السيد سميتو انطوني. So, how can I help you tonight? What's going on? Yeah, so I have an ex from a very long time ago who has occasionally found me on social media, and it's never been an issue. So this month, I have received numerous text messages, and then today I got an email that is very threatening. هاد انطوني كانت بينه وبين كريستل شي علاقه 20 عام هادي فاش كانت مازال كتقرا في الليستي، ولكن بسبب الظروف تفارقوا ومن داك النهار ما باقيش شافتو. البوليس سولوها شنو اللي خلاك تشكي فيه هو بالضبط. قالت لهم حيت من بين الرسائل اللي كيوصلوني ديما كيقول لي بلي سميتو انطوني وكيحاول يفكرني بديك الفتره اللي دوزتها معاه، وباللي بسبب راجلها دانيال تفارقوا وخاصني نحيدو من الطريق ديالنا باش نتجمعوا من جديد. هنا البوليس غادي يتحركوا وغادي يحاولوا باش يحددوا الموقع ديال هذاك الرقم، ولكن الشركات ديال الاتصالات ديما كيتعطلوا في
بحال هاد الامور، خصوصا لما كانت شي قضيه اللي مستعجله ولا شي شخصيه مهمه. كريستل سولت هذاك البوليسي اللي سميتو مارتينيز وقالت ليه شنو غادي ديروا دابا، واش غادي تبداو التحقيق مع هذاك اللي سميتو انطوني بما انه هو المشتبه الوحيد. البوليسي غادي يصدمها باللي دابا ما نقدرش نمشي ديريكت لعند انطوني، خصوصا انه ما عندناش شي دليل اللي قوي ضده، وإلا مشيت عنده غير هكاك بلا ما يكون عندي شي دليل اللي قوي يقدر يكون اخطر، خصوصا لما اعتقلتوش. واخا كريستل ما عجباتهاش الهضره ديال البوليس، ولكن ما عندها ما دير من غير انها تصبر وتشوف شنو غيوقع من بعد. وفي هذه اللحظه راه كريستل ما بقاش غير مربعه يديها، خصوصا ان دوك الرسائل كل نهار كيتزادوا معاهم حتى التهديدات. كريستل مشات سجلت في واحد النادي لتعلم الرمايه باش تعلم كيفاش تدافع على راسها، وشرات حتى واحد الفردي باش تبقى تدرب عليه. والدار عمرتها بالكاميرات من كل جهه، والبيبان مسدودين بواحد الطريقه اللي مستحيل اي واحد يدخل لهذيك الدار. هنا فين غادي يبان لينا المرحله ديال الشك اللي وصلت ليها كريستل، وما بقاتش كتنعس بالليل ولات كتشك في كاع الناس اللي قراب ليها. واخا كريستل كانت واحد المراه اللي قويه ومنضبطه وكتبغي اي حاجه تكون في بلاصتها، ولكن من بعد هاد التهديدات اللي كيجيوها وقعوا ليها بزاف ديال المشاكل سواء في الخدمه ولا في الدار مع راجلها وولادها الثلاثه. حتى هما لاحظوا باللي مهم تبدلات بزاف، خصوصا ان في هاد الفتره دوك التهديدات ولاو خطيرين بزاف. هذاك اللي سميتو انطوني ولا كيهددها بعائلتها. مثلا في واحد النهار كريستل غادي توصلها واحد الرساله فيها تصويره ديال راجلها في شي بلاصه وهو خارج من الطوموبيل ديالو، وكيقول لها باللي راجلها دابا قدامي ونقدر نصفيها ليه في اي لحظه الا ما درتيش داكشي اللي كنقول لك. ولا كيقول لها كاع داكشي اللي كدير في نهارها، مثلا المواعيد ديالها مع الطبيب واللباس اللي كتكون لابساه في الدار ولا في بيت النعاس، بحال الا بغى زعما يشككها في كاع الناس اللي قراب ليها واللي منهم راجلها، اللي فعلا من بعد هاد الرسائل كريستل بدات كتشك فيه، خصوصا انه الوحيد هو اللي يقدر يعرف عليا كاع هاد المعلومات، وبدات كتنوضها معاه ديال بصح، لدرجه ان في واحد النهار كريستل غادي تطلب منه الطلاق بحجه انها ما بقاش مرتاحه معاه، زعما خايفه منه. وبدات كتمشي بزاف للدار عند عائلتها باها وامها اللي كانوا ساكنين نيت في هذيك المنطقه، وكل مره كيحاولوا يونسوها وكيخفوا على هذاك الحمل وكترجع عاوتاني للدار. ولكن واخا هكاك العلاقه بينها وراجلها ولات في خطر، ديما الغوات كلمه جوج كريستل كتطلب منه الطلاق، والشك ديالها باللي راجلها هو اللي كيهددها كيزيد لدرجه ان قالتها لكاع صحاباتها. والمشكله هي ان حتى لدابا البوليس باقي ما هضروش مع هذاك اللي سميتو انطوني بحجه انهم ما عندهم شي دليل اللي قوي. وفي 14 ديسمبر 2023 في عيد ميلاد كريستل البوليس غادي يصوني ليهم دانييل، وهو كله كيترعد وخايف حيت مراته مده وهو كيصوني ليها ولكن ما كتجاوبش، وخايف لا هذاك اللي سميتو انطوني يكون دار ليها شي حاجه خايبه. Hi there. My name is Dan Krug. I don't think this is an emergency, but this feels really weird. Okay. My wife isn't responding to text messages or phone calls. Okay. We've had threats against us. We have both been targeted by a stalker. Okay. Threats have been made against my life. Okay. And threatening to like kidnap her, which is why I'm nervous that she's not answering me. هي هذيك في هذيك اللحظه مشى هذاك البوليسي للدار ديال كريستل ولقاها مقتوله. من بعد دخلت هذيك المراه اللي هي الام ديال كريستل من بعد ما صونا ليها دانييل، وبالزربه هذيك البلاصه غادي تعمر بالبوليس وطوقوها مزيان. وفاش غادي يوصل دانييل وشاف مراته في هذيك الحاله غادي يطيح قدام الباب وبقى غير كيغوت وكيبكي. انا هو المشكل، كان خاصني نحميها، علاش ما تيقتهاش؟ بسبب طرا ليها هذا الشيء. I didn't protect her. I was the person who protect her. Let them know about, and they're going to talk to her. They're not going to say, nobody says anything. They're just going to tell her that we don't tell. This is a family matter. We're just going to figure out a reunification. I didn't protect We'll take care of it. Just make sure that transportation. البوليسي مارتينيز غادي يلاحظ واحد الحاجه في دانييل، وهي انه واخا كان كيبكي وكيغوت عينيه كانوا ناشفين من الدموع، يعني بحال الا غير كيمثل. ولكن في هذه اللحظه البوليس ما غاديش يركزوا معاه بزاف، خصوصا انه كانوا مركزين غير لا توقع ليه شي حاجه ولا شي انهيار عصبي. البوليس غادي يبداو التحقيقات ديالهم بالزربه، ولقاو باللي في الوقت ديال الجريمه الكاميرات ديال المراقبه اللي كاينين في الدار كانوا مسدودين بواحد السكوتش ازرق اللي كيمنع الرؤيه، والاثر ديال الصباط ديال شي واحد دخل للدار وضرب كريستل في الراس ديالها من اللور وسخفات. من
بعد خدا الموس وخشى عليها في القلب ديالها وماتت. هنا البوليس فاش ولات فيها جريمه القتل والمشتبه الوحيد هو هذاك انطوني اللي كانت مع كريستل في علاقه 20 عام. هذه البوليس غادي يقلبوا عليه بالزربه ومشاو لدارو اللي كانت بعيده على هذيك البلاصه ديال الجريمه ب8 ديال السوايع. انطوني في هذيك اللحظه اللي غادي يحل الباب وشاف البوليس بقى غير كيترعد وخايف. البوليس غادي يسولوا على كريستل كروج واش كتعرفها وشنو هي اخر مره تلاقيتي بها. انطوني قال لهم باللي فعلا كنعرفها، كانت كتجمعنا علاقه حب 20 عام هذه فاش كنا كنقراو مازال في الليسي، وفاش تخرجنا كل واحد شد الطريق ديالو وما باقي شفتها. حاولت نهضر معاها في ميساج في 2016 ولكن ما رداتش عليا، هادشي اللي كنعرف عليها. البوليس غادي يسولوه فين كنتي في 14 ديسمبر في الصباح. انطوني قال لهم باللي في هذاك الصباح باقي كنعقل، مشيت لواحد السطور لهنايا شريت واحد القميجه ورجعت للدار. البوليس راقبوا التحركات ديال انطوني في هذيك الوقيته بالضبط ولقاوه فعلا كان في هذاك المحل في وقت الجريمه، وشافوا حتى من الكاميرا ديال هذاك المتجر وحتى من التيكيته باش شرا هذيك القميجه باقا عنده. انطوني كان عنده دليل قاطع باللي في هذيك الوقيته ما كانش في مكان الجريمه وما كايناش شي وسيله اللي تقدر تنقلو من البلاصه اللي ساكن فيها للبلاصه اللي تقتلت فيها كريستل ويعاود يرجع في نفس النهار الا دارها بشي طريقه واحده اخرى. البوليس غادي يرجعوا ساخطين من بعد ما المشتبه الوحيد في القضيه ما تبتوا عليه والو، وغادي يرجعوا ثاني يحققوا مع كاع الناس اللي كانوا قراب من كريستل، راجلها امها باها كلشي كاع العائله ديالها. والاكثريه ديالهم قالوا باللي نهار الجريمه صونا لهم دانييل على وديت مراته حيت ما كتجاوبوش في التليفون. هنا البوليس غادي دير لهم طق علاش ما يكونش هو القاتل، خصوصا انه لقاو رسائل في التليفون ديال كريستل قبل ما تموت صيفطاتهم لثلاثه ديال الاشخاص. الشخص الاول هو هذاك البوليسي اللي سميتو مارتينيز اللي سولاتو على القضيه فين وصلت وباللي ولات خايفه بزاف، والشخص الثاني هو باها اللي صيفطات ليه رساله باش تطمن عليه، والشخص الثالث هو راجلها اللي وصلوا الميساج وهو في الخدمه كتقول ليه باللي ولات خايفه بزاف وخايفه لا توقع ليها شي حاجه اللي خايبه، وكان هذا هو الدليل ديال دانييل في هذه القضيه. وغادي يبداو معاه التحقيق باش يعرفوا شنو تحت راسو حتى هو. دانييل فاش بداو البوليس كيسولوه كيبان فيه باللي عيان بزاف ومصدوم وحتى من الهضره بزز باش كان كيخرجها. البوليس غادي يسولوه واش كنتي عارف باللي مرات كانوا كيوصلوها الميساجات ديال التهديد؟ قال لهم اي انا كنت عارف وراه انا براسي كانوا كيوصلوني هذيك الميساجات ولكن ما كنتش مسوق ليهم، العكس ديال كريستل والتمنيت تكون غير تيقتها كاع ما يوقع ليها هذا الشيء كامل. البوليس غادي يسولوه علاش الكاميرات ديال الدار كانوا مسدودين في هذيك الوقيته، واش انت اللي سديتيهم؟ وتاكدنا باللي غير جوج بيكم اللي عندكم الكود ديال الحمايه اللي ركباتو كريستل، ما تكونش انت اللي طفيتي الكاميرات وقتلتيها. دانييل غادي ينكر هذا الشيء كامل وبقى تيقول لهم هذاك انطوني هو اللي قتل لي مراتي، في بلاصه ما تحققوا معاه هو جايبيني انايا. البوليس غادي يسولوه حتى على هذاك انطوني واش كان كيعرفوا علاش كانت مراته شاكه فيه هو بالضبط، ولكن دانييل في هذه اللحظه ما غاديش يرد بقى غير ساكت. هنا البوليس غادي يسولوه على اخر حاجه واللي غادي تبدل المسار ديال القصه كامل. البوليس قبل ما يبداو التحقيق مع دانييل ديجا تتبعوا كاع هذوك الميساجات اللي صيفطاتهم كريستل قبل ما تموت وحتى هذوك الرسائل ديال التهديدات اللي كانوا كيوصلوها. وهنا فين غادي تكون الصدمه، لقاو باللي هذوك الميساجات ديال التهديدات اللي كانوا كيوصلوا كريستل كيخرجوا من نفس الواي فاي ديال الشركه اللي خدام فيها دانييل. وفاش غادي يسولوه غادي ينكر وقال لهم باللي الواي فاي عمومي ويقدر اي واحد يخدم به ويصيفط هذوك الميساجات. هنا غادي يدوزوا معاه لاخر سؤال، شنو تقول على هذوك الميساجات اللي تصيفطوا من التليفون ديال كريستل كانوا مبرمجين باش يتصيفطوا في هذاك الوقيته بالضبط، يعني هذوك الميساجات ماشي هي اللي صيفطاتهم، شي واحد من بعد ما قتلها برمج هذوك الرسائل باش يوصلوا في هذيك الوقيته بالضبط. هذا الشيء اللي غادي يزيد الشك ديال البوليس في دانييل وزيد عليها كريستل قبل ما تموت ديجا عاودت لهذاك البوليسي مارتينيز باللي رفعت الدعوه ديال الطلاق على راجلها وممكن بزاف هو اللي ما بغاهاش تطلق منه وقتلها. وفاش غادي يقلبوا التليفون ديال دانييل لقاو شي حوايج اللي غراب بزاف، لقاوه كيقلب في جوجل على شي حوايج بحال مثلا كيفاش تضرب بنادم بلا ما تقتلو، واش تضربها في الراس من اللور كتقتل. البوليس غادي يتيقنوا باللي دانييل هو اللي قتل مراته ولكن ما غاديش يشدوه في الحبس هذيك الساعه حتى يغيزوا ليه الدوسي ديالو مزيان. وفي هذه المده دانييل غادي يدير واحد المحامي في محاوله زعما باش يدافع عليه وباللي هو ما دار والو، ومن بعد 3 ايام غادي يجي الدليل اللي غادي يهرس هذا الشك كامل. البوليس غادي يلقاو باللي هذوك الرسائل ديال التهديدات كانوا كيخرجوا من الحاسوب ديال دانييل في الخدمه. هذا الشيء اللي غادي يخلي البوليس يتوجهوا في هذيك اللحظه مازال الدار ديال دانييل واعتقلوه. Show your hands! Show your hands! Hands on your face! Hands on your face! Under red.
واخا دانيال حتى لدابا باقي ما اعترفش باللي هو القاتل وبقى تيدير كل مره محامي، البوليس غادي يديروا واحد التحليل منطقي. شنو هو السبب اللي خلاه يقتل مراته؟ هو ان دانيال فاش شاف العلاقه بينه وبين كريستال اللي الناس كاملين كانوا كتبان لهم زوينه وكلشي حاسدهم، ولكن من الداخل في الدار ديما الغوات ديما الصداع، ما بقاوش مفاهمين. هادشي اللي غادي يخلي دانيال يدير هذيك الخدعه ديال انطوني باللي كيتبعها باش يخليها زعما ترجع ليه باش يعاونها، ولكن غادي يوقع العكس. كريستال قبل ما تموت اكتشفت الحقيقه كامله، عرفت باللي راجلها هو اللي كان كيهددها كل نهار وهو داير فيها ما عرف والو. وفاش واجهته بالحقيقه وباللي غترفع عليه الدعوه عند البوليس وغادي يطلقوا، تما فين دانيال غادي يصفيها ليها ووقع اللي وقع. وفعلا حيت كون ما كانش شي واحد اللي كان معروف عند كريستال وكتثق فيه، كون جبدات السلاح اللي كان عندها وباش تدافع على راسها في الوقت اللي هي ما دارت حتى شي ردة فعل. وفي الاواخر ديال سنه 2024 خرج الحكم النهائي ديال دانيال اللي تحكم عليه بالمؤبد بدون امكانيه الافراج المشروط، ودابا راه هو مسدود في واحد السجن شديد الحراسه في ولايه كولورادو في ميريكان. اما بالنسبه لولادو الثلاثه انتقلوا باش يعيشوا مع العائله ديال كريستال في محاوله باش يبعدوهم على الاضواء باش يتجاوزوا ديك الصدمه ديال ان باهم هو اللي قتل الام ديالهم. وهنا كيتسد الستار على وحده من اغرب واخبث القصص ديال الغدر اللي عرفتهم ميريكان. دانيال كروج اللي كان كيبان هو الرجل المثالي والضحيه في هذه القصه، طلع هو الوحشنيت اللي كان كيراقب مراته كريستال اللي عمرت الدار كامله بالكاميرات وتدربت على السلاح باش تدافع على راسها منه. وقال هذاك المحقق مارتينيز باللي هذه القصه خلات ليه واحد الجرح اللي كبير بزاف في القلب ديالو، حيت كيتفكر نهار اللي جات عنده كريستال كترعد باش يحميها من هذاك القاتل، ودابا ندمان بزاف حيت كون مشى نهار الاول للبيت ديال انطوني كون عرف باللي انطوني بعيد كل بعد على هذه القضيه، وربما كان غيعتق الحياه ديال كريستال وما غاديش يوقع عليه هذا الشيء كامل. المهم هذا الاحساس بقى مرافق المحقق مارتينيز طول الحياه المهنيه ديالو. This case has haunted me since it occurred, and the outcome of this case has haunted me for the past 2 years. الدرس اللي كنخرجوا به من هذه القصه هو ان اخطر عدو في الدنيا ماشي هذاك اللي كيجي عندك وكيواجهك ديريكت، اخطر عدو هو هذاك اللي كياكل معاك في نفس الطبله وفي نفس الوقت كيحفر ليك. تهلاو في راسكم وردوا البال، حيت الشيطان بعد الخطرات كيلبس القناع ديال اقرب الناس لينا. نتلاقاو في قصه جديده، بسلامه.